بعد حكم مبارك والمجلس العسكري اتحطينا في اختيارين اوحش من بعض، اختيار الدم وكان شفيق، واختيار الاخوان اللي احنا مش عارفين هيودونا على فين. وللاسف اخترنا الاخوان. واول كلمه قالها الرئيس مرسي: سأكون رئيس للجميع. لا وكمان انا عاوز الشعب يثور ضدي لو ما احترمتش الدستور والقانون. وللاسف بدأها بمشكله مع القضاء وحط دستور معظم الناس ما وافقتش عليه، وكمان كل ما يحط قرار يرجع تاني يوم يلغيه. المشكلة مش في كل المشاكل اللي أنا عمال أقولها دي، المشكلة أما تكون في البنزين، لأن البنزين ده مية العربية. ولا هما كمان عايزيننا نعطل وما نمشيش وما نروحش شغلنا؟ الناس بقت بتموت بعض عشان البنزين. يعملوا إيه؟ يمشوا بالعربيات بالمية؟ اختلافنا معاك يا ريس اختلاف سياسي، عمره ما كان ليه علاقة بالدين. بعد كل الوعود اللي انت قلتها وما اتحققتش ما بقيناش نثق فيك. ارحم. على لسان الشيخ محمد الغزالي هو الذي اتهم أفراد من الإخوان المسلمين غيروا من التركيبة الفكرية لها بأنهم كانوا ينتمون إلى الماسونية. President Obama, you invited the Muslim Brotherhood to the White House? You sent them 1.5 billion of our taxpayer dollars? ايه يعني ما ندي سينا لاخواننا في الاسلام؟ سلمني السلطه وحافظ على البلد وارسي فيها الديمقراطيه وارجع سكناتك، وانا مش هفتح ملفات الفساد بتاعتك. أهذا ربا؟ هل هذا قرض جر نفع؟ على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين فاضربوا عنقه. وربنا قال حتى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، فممكن يبقى فيها من انت مش عارف بس لازم تؤمن بيهم طبعا. يعني واحد اخناتون ده ممكن ممكن كونفوشيوس ده ممكن يبقى نبي، يعني. موسى ممكن يبقى نبي. بتوعك دول انت مش رئيس جمهورية مصر، لا انت رئيس الاخوان بس. لما كنت طالع وتبيع البيان على غزة كنت حزين على اولادهم، لكن ولادنا احنا اولاد كلب، ولادنا احنا ما يستاهلوش. دي دعوة الاخوان المسلمين. كده كتير جو من التخبط السياسي وجو من التفريق وتقسيم الشعب، وكل ده عشان ايه؟ علشان جماعتك؟ علشان يكونوا مبسوطين وفرحانين ومش مهم شباب تموت وناس عايشة وهي ميتة اساسا، وانت مصمم وماشي بمبدأ فرق تسود. وما اختلفش كتير يا ريس، في حاجات ما كانتش موجودة بقت موجودة في عهدك. العنف بقى موجود في الشارع، حاجة عادية خالص. يعني دلوقتي لو شفنا دم او ناس بتضرب بعض او سرقة او خطف ما بقيناش نستغرب. ازاي وصلنا لانعدام الامان بالشكل ده؟ هي دي الوعود اللي توعدنا بيها ايام الانتخابات؟ كفاية ضحك على الناس بقى. مصر اتقالت عنها في القرآن ادخلوها بسلام آمنين، وانا ما بقتش بحس بأي امان،
وراجع تتكلم عن شرعية أي رئيس بتبدأ من شعبه وبتيجي منه مش من جماعة أو حزب. طب ما هو مبارك كان معاه الشرعية، بس اما الشعب قال له خلاص مشي تنحى. لازم كلنا نبقى راضيين وشايفين اللي انت شايفه. انت فرقت وما جمعتش، انت بتحكم بالحب، والحب ما ينفعش في دولة بيحكمها القانون. احنا بقى عندنا قانون بلا دولة، ومنصب رئيس الجمهورية ده المفروض انه اهم منصب في الدولة، ولازم اللي يكون فيه يكون قد المسؤولية. ارحل. والناس لما انتخبت مرسي انتخبته عشان مطالب الثورة، عيش وحرية وعدالة اجتماعية. ولا شفنا عيش ولا شفنا حرية ولا عدالة في أي حاجة. العيش ما بقاش موجود والطوابير زي ما هي. الحرية كلمة عادية تتقال ومفيش أي أفعال. أنا كإعلامي مش شايف أي حرية ولا شايف أي مساحة رأي تكون حقيقية. الإعلام لازم يطلع يقول الحقيقة للناس، ومش مطالب إنه يقول اللي عايزاه الحكومة. ده حتى التلفزيون المصري عايزين يخلوه إخوان، نفس نظام مبارك بكل أشكاله. ده غير الصحافة واللي بيحصل فيها من قفل صحف ووقفها على حسب أهوائهم. ما هو مش لازم الإعلامي يحل المشكلة يا ريس، الإعلامي يطرح لك المشكلة وتحلها أنت والناس اللي معاك. لازم الناس اللي حواليك تكون فاهمة بتعمل ايه ودور كل واحد ايه. عشان كده انا بقولك ارحل يا ريس. انا طهقت من كتر ما بدور على شغل. بصراحة مبقتش عندي وقت اشتغل. لما شعب مصر نزل عشان يشيل مبارك قلنا الدنيا هتبقى حلوة، قلنا هيعينونا وتبقى جميلة، لكن الوضع زي ما هو، لا اشتغلنا ولا حتى لقينا شغل. بالعكس، حال البلد بقى أسوأ من الأول. يمكن في الأول كان باب موارب ويمكن نبص من وراه نلاقي حاجة وندخل، لكن دلوقتي الباب اتقفل. بقينا كلنا عايشين في حالة من الزهق، كلنا حاسين بملل. والله حاسين بملل. بقى جو عام مسيطر علينا من بعد الثورة، مع اني كنت متخيلة العكس تماما. انا بقيت اروح كل يوم القوى العاملة عشان اشوف يمكن الحكومة منزلة وظيفة، يمكن عاوزيننا في اي حاجة. بس بجد حتى لو الباب مفتوح وشغالين، بقيت بشوف الباب بتاع القوى العاملة مقفول. وصلنا للاحساس بان كل شيء صعب مستحيل يتحقق. بحلم بوظيفة، هو حلم الوظيفة في البلد دي ما بقاش يتحقق. بصراحة أنا قررت أسيب البلد. ارحل بقى. النور ما بقاش موجود، والكهرباء بتقطع اكتر ما بتيجي. توفير طاقة ازاي؟ طب ما احنا كنا 30 سنة عايشين في فساد وسرقة، ومع ذلك الكهرباء ما كانتش بتقطع بالشكل الغريب ده. انا من كتر ما تعبت من الموضوع ده قلت اروح ادفع فلوس واتعين في الكهرباء عشان اعرف ليه بيقطعوها. وبصراحة كده كان نفسي اشوف الراجل اللي بيقطعها. نفسي اشوفه زي ما كلنا نفسنا نشوف عشماوي اللي بيعدل الناس. انا بقعد اسأل نفسي كتير، هو الكهرباء هتقطع في رمضان؟ يعني ممكن والمغرب بيبدأ النور يقطع؟ هي الحياة ناقصة ضلمة يا جدعان. يعني لو عندي محل والنور قطع بالليل امشي بكشاف؟ طب الكشاف هيظهر لي كام زبون؟ انا تعبت ومش رايح الشغل
غير لما النور يجي. كفايه كفايه بجد. انتوا ليه عايزين تعذبوا الناس وخلاص؟ طب ما تحلوا الازمه بشكل ما يضرش الناس ولا يضر بمصالحهم. يعني اشتغلوا مثلا في مشروع الطاقه الشمسيه. اقول لك على حاجه، ارحم. thank you